السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده بقى نعمل معاكم تحلية على البارد، حاجة كده ترطب على القلب بمقادير بسيطة جدا، ببسكويت المدرسة او بسكويت العيد، حاجة كده عظمة. وبصوا شكلها عامل ازاي، عاملة زي الشيز كيك، حاجة كده جميلة. هي اول واحدة، اول خرطة بتطلع صعبة معانا، تاني خرطة بتطلع سهلة معانا على طول. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نخش نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف العظمة اللي احنا عملناها دي ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم بخير. النهاردة بقى هدينا لكم فيديو جديد، حاجة كده جميلة وتطري على القلب، ببسكويت المدرسة او ببسكويت العيد. انا ما عنديش بسكويت عيد، قلت اعمله بقى ببسكويت المدرسة، هينفع ببسكويت المدرسة. معانا كمية حلوة كده كتير، لازم يبقى معايا كمية كتير عشان نعملها ايه، عاملة زي الشيش كيك. السك... معلش بس. هنعملها بس قدامكم واحدة واحدة. أحلى تحلية باردة جميلة جدا، ولا كيكة ولا بيض ولا أي حاجة خالص. هنمشي المقادير، هفك البسكويت واطحنه وارجع لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما كسرناه خالص اهو، بالمطحنة بالكبة بأي حاجة عندك، بإيد الهون، تحطي في قلب كيس وتدقي عليه عادي. ماشي معاكي بردك، مش أهم شيء بردك ناعم، لا عادي معاكي قدامك اهو زي ما انتوا شايفين اهو مفرول. اه انا عملته في الكبة صراحة. عندك المطحنة اعمليها، عندك اللهم صل على النبي، ايدي الهون في قلب كيس ودبي فيه. بس يعني البسكويت العيد لو عندك كمية اعملي بيها، ده ينفع جدا صراحة، حاجة كده جميلة. هنحط بقى معلقتين كبار سمنة، يعني نص كوباية سمنة، ومعلقة كبيرة سكر بودر، عشان برضك ايه البسكويت بتاع المدرسة ده برضك مش حي قوي، انا عاوزاه صراحة، عاوزاه مسكر. حطيت معاكم معلقة كبيرة سكر، هقلبه كده في بعضه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. وهنجيب بقى ايه نص كوباية السمنة، يكون ايه دايبة. انا عندي صراحة عشان الحر والحاجات دي هي سايحة صراحة. ورجعت بقى معاكم تاني اهو، حطينا بقى السمنة وهنفرك كده قوي، هنفركها اهو لغاية لما تتمسك معانا كده، تمسك معانا. هلمها وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه، دوبتها خالص اهي، بصوا تعملي كده تلاقيها اتمسكت مع بعض كده، يبقى كده بتاعتنا ماشيه معانا مظبوطه اهي. اهي بصوا عامله زي الرمله المبلوله، بس انتي تمسكي كده وتعمليها كده اهو. بصوا فكت معايا تاني. هنجيب بقى الصينيه بتاعت تشيز كيك وهنحطها في قلبيها. بصوا جبنا اللي هي المربعه اهي بتاعت التشيز كيك، وهنحط ايه البسكويت كله، عشان دي لسه هيبقى ليها 3 طبقات، هنعملها 3 طبقات مش طبقة واحدة. هنفردها حلو وارجع لكم. بصوا بعد بقى ايه ما كبسناها كده جامد قوي اهو، هنحطها بقى في التلاجة عشان عقبال ايه ما نعمل الطبقة التانية بتاعتنا. ماشي، الطبقة بتاعتنا التانية تحلية حاجة كده جميلة قوي، هتشوفوها دلوقتي. هحط دي في التلاجة وارجع لكم. الله اكبر الله اعظم، معانا كيلو لبن 4 كوبايات، ومعانا كاستر معلقتين كبار او 3 معالق اهو. انا هحط 3 معالق اهو، وهحط معلقتين لبن بودر، بيدوا برضك طعم حلو قوي. حاجه كده جربوها بس كده، حاجه كده هتطري على القلب وهتعجبكم جدا. وهنحط بقى التحليه بقى السكر على حسب بقى الرغبه انتي اهو. ولو عندك معلقه قشطه كبيره حطيها، انا صراحه كانت عندي في الفريزر وقلت احطها. هقلب وهقلبها الاول على البارد وبعد كده اقلبها على النار. بصوا بقى يا جماعه، انا قلبتها كده على البارد، وهحط بقى معلقه القشطه اهي، بتدي برضك طعم حلو قوي وتبقى لذيذ. هقلبها لغايه لما تتقل، قبل كده عملتها معاكم يعني سهله جدا الطريقه، عامله زي المهلبيه. بصوا بقى يا جماعه المقادير اهي بقى برد، هنسيبها بقى تبرد بعد ما تقلت معانا، عامله زي المهلبيه بالظبط. هسيبها بس تبرد شويه عشان ما ينفعش احطها وهي ساقعه، هحطها على السخونيه هتلاقيها القاعده بقشت، فاهمين قصدي يعني. وممكن تعملها كمان في صينيه من غير تشيز كيك، الصواني عادي يعني ممكن تعملها عادي. هسيبها تبرد وارجع لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما حطيناها دي في التلاجة، ودي دافية شوية. احنا كده كده بردك هنكملها، هنسيبها بردك ايه اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنسيبها بردك في التلاجة شوية لغاية لما تجمد معانا الطبقة اللي فوق اهي. هفضي كله كده اهو اهو.
بصوا فضيتها كلها اهي. قبل بقى ما نخش على الطبقه التانية بقى، ما تنسوش بقى ايه تشتركوا وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. قبل ما نخش على الطبقه التالتة، التالتة جميله جدا. ما تنسوش بس تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس، وتفعلوا لي الجرس والنبي فعلوا لي الجرس. جينا بقى للطبقه الاخيره والجميله جدا، الجيلي. لو عندك فراوله ممكن تقطعيها وتحطي عليها جيلي، بس انا ما عنديش فراوله صراحه، قلت ايه هحط بس استكفى بالجيلي بس. اهو حطيت كوبايه على النار وكوبايه بارده، كوبايه هقلب بيها الجيلي دوت على النار، وبعد كده اقفل، وبعد كده ايه اجيب كوبايه الميه. انا حطيت كوبايه ميه اهي، كوبايه ميه في الكازرون. هحط بعد ما تغلي هحط الجيلي ماشي، وبعد كده ايه بعد ما يدوب خالص احط كوبايه بارده عليها، وخلاص على كده. الطبقه التانية اللي هي الطبقتين اللي احنا حطيناهم في التلاجة خلاص كده، يعني ايه بردت شويه. اعمل الجيلي واحطها عشان لسه بقى هتستكمل بقى ايه البروده خالص بتاعه التلاجة. نخليها تبقى ساقعه، تاكليها ساقعه عشان تبقى التحليه كده بارده جميله جدا. خلصنا بقى الجيلي اهو، يا دوب اهو يا دوب غلي بالكوبايه، وحطينا بقى الكوبايه التانية البارده. نسيبها بس تهدى شويه، وبعد كده ايه اجيب اللي في التلاجة التحليه بتاعتنا الجميله، البسكويت المدرسه او بسكويت العيد لو فاض من العيد. اكيد كلنا طالعين من عيد واكيد فايض بسكويت والحاجات دي، اعملي بالبسكويت مش الكحك، بسكويت. وبعد كده بقى ايه اعملي التحليه دي جميله جدا، هتفرح العيال وهتفرح جوزك كمان. بصوا بقى طلعناها، بس انا هعمل ايه بمعلقه كده وشويه شويه، مش هفضي كده على طول، لا بمعلقه كده وافضي اسقسق كده زي هسقسقها كده على الوش بس. بصوا بقى يا جماعه انا غرقتها كده الجيلي، هنحطها بقى في التلاجة او في الفريزر لغايه لما تبرد خالص تماما عشان نقطعها تاني ان شاء الله. هنقطعها. بصوا بقى شكلها جمدت ازاي، وبصوا الجيل اهو بقى يترقص اهو معايا اهو. هقطعها واوريكم شكلها عامل ازاي من بره ومن الثلاث اجزاء كده يبقى عاملين ازاي. بصوا بقى يا جماعه بعد ما طلعتها، بصوا شكلها عامل ازاي. الثلاث طبقات اهم واضحين معاكم، وهي من جوه. هي اول واحده بتبقى صعبه بس معاكم وبتتفتح سهل على طول. بصوا اهي، بصوا الخرطه اهي طلعت معايا جميله جدا. الخرطه الاولانيه اتاكلت جامده، اتاكلت على طول والله. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.